حلو على الفتح. يا شباب تكفون ابي اسمع صوتكم. حلو على الفتح. ان شاء الله بكره. يا بريح علي ويا قطعة المثل والسبيل. يا جماعة الخير. جانا سعود الوازعي يا الحايل وصور مع النسوان وعيوننا تشوف في مهرجان سترهم فيه زايل وكان الرجل في داخل الحفل مكتوف يا منظمين الحفل والصوت طايل صوت انسى مسموع والشكل مشوف تكفون يا اهل العز واهل الطوايل يلي وقفتوا يوم هرماح وسيوف نبي نطالب ما رضينا الذلايل ونبي نسكر كل مكان مكشوف ترتيب حفل واحتشام العوايل والمهزلة والعيب والخزي موقوف حاجات ما يرضاه ولد الحمايل ما ينسكت عنها لو الدم منزوف. سلامتك. لكني أجي وأقول هاي وأخذ منه سيلفي أكيد بيصير منه ردة فعل ما يرضاه الدين ولا المجتمع. طبعا احنا ما نتكلم ولا نقطع رزاق أحد، احنا نتكلم عن سوء التنظيم وإتاحة الفرصة لمثل هؤلاء الذي استهتروا بنساء حايل لابد من إيقافهم للأمانة. أخطوا وخطاهم سايد ويوجع كل حايلي وكل رجل في غيره. أنا بيني وبين حايل 180 كيلو لله الحمد، ما طب حايل إلا أنا بنفسي أروح أخلص أشغالي وأرجع من فضل الله، لكن سمعة حايل تشملنا كلنا، اللي فيه دم يقابلنا. بخصوص المهرجانات المخزية اللي أقيمت بحايل السنة هذه للأسف طبعا ما يرضاها ولا يقبلها أي رجل غيور. عرض أزياء أطفال، اختلاط، تغنج منشدين. أحب أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى لأولياء الأمور، هل يعقل النساء اللي انتشرت المقاطع الفيديو وصياحهن وصراخهن وتحيتهن للمنشدين ما عندهن أولياء أمور؟ الرسالة الثانية وجه المنسقين المهرجانات، أولا أقول اتقوا الله جل وعلا، وإذا ما كان عندكم غيرة تروا حايل مليئة برجال كلهم غيرة على حبيبتهم أمهم حايل. الرسالة الثالثة وجهها لكل غيور ولكل رجل، مو شرط يكون ملتحي ومستقيم، لكل غيور أن ينكر المنكر بما يستطيع. إذا سكت أنت وسكت أنا وسكت الثاني والثالث تجرأ أهل الشهوات على إظهار مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيكم بالخير. شكرا لكل من ساهم في هذا الإلغاء من مسؤول ومن أهالي حايل، وأخص بالشكر للأستاذ مناور الجنفاوي على ما قام به، والله يجعله في موازين حسناتك يا رب، وما قصرت يا أبو بدر، والله رايتك بيضة والله يوفقك إن شاء الله، وهذا اللي نفتخر فيهم صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم الجميع وكثروا الصلاة على النبي. الصور اللي قبل شوي في ناس واجد مرسلين لي يقولون هذا نفس اللي تكلمت عنه قبل عن المغوات وسلمى، لكن الحين صاير قبل لا أبدأ موضوع للمعلومية اللي واقفين يدبكون بالمسرح ولا واحد بهم منشد. أنا ما بتكلم عن الصح والغلط، بتكلم عن المنشدين شخصيا، عني أنا عبد الجبار مالك كمنشد. أنا واثق من نفسي إني عندي موهبة الحمد لله، وما فتحت حساباتي إلا إني واثق يعني الحمد لله، لكن سالفة دعم ما دعم، من فتحت حساباتي كلهن ما جاني ولا دعم من حال، كلهم مشاهير جايين من برا، وأتوقع جايبينهم 30,000 إنه متابعينهم كلهم ما يقولون عن 1,000,000، فجايبينهم عشان يدبكون بس ويطلعوا. كل قاعدة ولها شواذ، وهذول اللي صرخن وقعدن يرقصن هنا اللي كسران القاعدة. فيعني لو تفكرون بشوي حرام إنه في حريم حايل أصد يعني ببيتها ومنازينه ما شاء الله عليها، تيجي هذه اللي تصايح ترقص بالمسرح تشوه سمعة أهل حايل كله. واللي زعلان يقول ليه تسب بنات حايل، هذول عقبهم يصيرون بنات حايل. بنات حايل اللي ما شاء الله عليهم ببيوتهم، مو هو شرط يكونن ببيوتهن، اللي حاشماتنا نفسهن واهلهن.
في كثار زعلانين عليه وهم الحين ضايفين بسناب وانا ضايفهم، لكن اقول لكم كلمة الحق تنقال سواء كانت لي ولا عليه، ولو كانت حط نفسك مكاني اكيد راح تنغبن لو تشوف ناس تجي ما عنده موهبة اصلا تدوبك بس على المسارح تشوه سمعتها الحايل وتمشي وانت اصلا منشد ولك موهبة بحايل ما جاك دعم من حايل.